ازيكم يا شباب، اهلا بكم في فيديو جديد. انا مصطفى ودي صورتي. كنت قلت من فتره في الفيديو اللي فات ان انا هعمل فيديو كامل بس عن تلدا وعن البريميوم بلان واللي هي الخطه المدفوعه اللي ب 50 جنيه، وكنت قلت هطلع فيها العيوب بتاعتها والمساوئ والحاجات الكويسه اللي فيها والمميزات. وفيديو النهارده بس هيبقى عشان نفهم بس الفيديو قبل ما يبدا ان انا معايا كارتين، الاثنين هما الاثنين بريميوم بس الشفاف، وواحد انا عملته بديزاين. وكان حصل موقف هحكيه في نص الفيديو برضو، بس يا ريت تسمعوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل حاجه، عشان برضو ما تاخدوش الصوره بشكل جانب واحد بس، لا تشوفوا الجانبين كله. فيا ريت اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي يكملوا للاخر. فلما بدات قلت انا هعمل فيديو هتكلم فيه عن المميزات والحاجات بتاعته. كنت كلمت تلدا وقلت لهم ان انا عايز كارت بريميوم عشان ابدا فيديو عنه، بس الحقيقه كان ردهم كان بارد شويه وما كانش احسن حاجه بصراحه. وكان بالرفض، قالوا لي لا مش هنقدر. قلت لهم يا جماعه انا عايز كارت عشان اقدر اعمل عنه فيديو، انا مش هينفع اشتري كارت تاني ب 100 جنيه بصراحه، لان الكارت بالنسبه لي الاثنين، وده هنعرف في نص الفيديو ليه هيبقى ملوش لازمه بالنسبه لي. الكارت انا اشتريته، والكارت عشان معايا واحد بريميوم تاني ده طلع لي ببلاش عشان اطلع الشفاف. طبعا ده حاجه زي السبلمنتري كارد يعني، طلعته ب 100 جنيه. وكان بالنسبه لي ده مش ال 100 جنيه مش رقم، بس انا بتكلم عن المبدا بس. يعني انت شركه كامله، واحد عايز يعمل ريفيو عن الشركه نفسها تقوم انت قايل له لا. فالموضوع ده برضو ايه يعني قفلني بصراحه وخنقني من الاول. فخلينا نخش في المفيد ونبدا في الفيديو على طول. الفيديو هيبقى ماشي زي ما انا بقول دلوقتي كده. هقلب زاويه الكاميرا هتبقى جايه على الترابيزه البيضاء، وهبقى بفتح الاثنين قدامكم ونشوف الباكجينج ونشوف الديزاين ونشوف شكله على الابلكيشن بيبقى عامل ازاي، او ان انت تعمله ازاي سيت اب على الابلكيشن، وازاي تبدا بيه وازاي تشتري بيه، والكلام ده كله احنا عارفينه كله. بس برضه هدي ايه يعني سمري سريع عنه او اختصار سريع عنه كده، لان الفيديو برضه مش معمول ازاي تبدا الكارت، كلنا عارفين ازاي بنعمل الكارت. بس الكارت ده يعني النهارده اسف عشان نشوف الكارت شكله عامل ازاي، هل هو يستحق ولا لا. كل ده هنقوله في فيديو النهارده، بس زي ما قلت لكم اهم حاجه نكمل الفيديو للاخر. فخلينا ما نتكلمش كتير ونخش في الفيديو على طول. والمفروض دلوقتي زي ما قلت لكم هنغير شكل الكاميرا، هننزل الكاميرا لتحت بحيث انها تكون قدام الترابيزه اللي انا قاعد قدامها دي حاليا. مش عارف بصراحه السيت اب اغير فيها ايه، انا اخلي كل حاجه زي ما هي كده، بس هنزل الكاميرا لتحت. انا هقعد على الكرسي ده والكاميرا هتبقى قدامي، انا بوريكم الكارت بالعكس، كل حاجه بالعكس. هتفهموا لما نبدا الفيديو، ما يعني مش بحب اتكلم كتير. يلا بينا. او قبل ما اقوم ما تنسوش تشتروا الميرش نزل، هيطلعوا على الويب سايت هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. مش عارف بصراحه ممكن سعره يبقى كويس للناس ولا لا، بس انتوا عارفين ان الحاجه الفتره اللي فاتت دي غليت. بس خامته جميله قوي، والكل اللي اشتراه قال ان خامته مفيش اروع منها. وبصراحه انا اشتريته يعني مش عشان هو الحاجه بتاعتي يعني وكده، بس الخامه بصراحه فظيعه. هتلاقوا التيشيرت، وهتلاقوا كل الحاجات التانية، وهتلاقوا الكورسات اللي لسه هتنزل قريب، وهتلاقوا الكتب اللي انا نزلتها. كل الكلام ده هتلاقوه على الويب سايت. كل حاجه تقدر تشتريها، وكل حاجه بتجيلك كاش اون ديليفري او فيزا او ماستر كارد ايا كان اللي انت عايز تدفعه، وحتى فودافون كاش. ده بس كان اعلان صغير عن التيشيرت. برضو التيشيرت ده انا تعبت فيه جامد 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 جامد، وفي ناس كتير تعبت معايا فيه، فاتمنى يعجبك. انا لسه قاعد ليه؟ ما يلا ننزل بالفيديو. يلا بينا. دلوقتي ده الكارت الشفاف، ده اهو كارت الشفاف، وده الكارت الاصفر او اللي انا اخترته قبل كده اللي هو البريميوم الاولاني اللي انا كنت قلت عليه في الفيديو اللي انا هجيبه، وده الثاني. تمام. عشان اكون صريح معاكم، انا فتحت ده ما قدرتش اصبر لغايه ما اعمل فيديو، ففتحت ده، وده لسه ما فتحتوش، ده لسه اول مره افتحه معاكم دلوقتي. فتعالى نبدا باول كارت، نركن ده على جنب ونبدا بالكارت الاول ده. اول حاجه الباكجينج بتاعه كويس من قدام، الخامه جميله قوي، ومن ورا بغض النظر عن القطعه دي يعني كل حاجه كانت كويسه فيه. فتعالى نبدا اول حاجه ان احنا نفتح الكارت. المفروض نفتحه من الحته دي ونفتحه من هنا، لو انتم شايفين من هنا كده، بس عادي ممكن انا يعني لما جيت افتحه اتفتح من تحت، اتفتح من هنا كده، نفتحه كده. تمام. هيجي لنا اول حاجه كذا حاجه كمان، يعني هيجي لنا دي كده مكتوب عليها ميك ات لاود ميك ات يورز. بعيدا عن الكلام، بعيدا عن كل دي اشكاليات. تمام. ده يعني انا هخبي شكل الكارت، وده شكلها من جوه. لما بتيجي تتفتح بنفتحها كده، او بنفتحها كده احسن. تمام. بنسحب دي بتطلع لنا كده الكارت اهو. طبعا الكارت بغض النظر عن الكلام اللي انا هقوله في الفيديو النهارده، الكارت شكله جميل قوي. كارت اهو شكله جميل، و انا عملت ديزاين اي حاجه بصراحه. يعني ده شكله اهو قريب من قريب، شكله عامل كده. انا عملت ديزاين اي حاجه، بس برضه حطيت الحاجات اللي انا بحبها. وده يعني مكتوب برضه من ورا، مكتوب الانفو بتاعتك، مش الرقم بس، مش زي كارت تلدا العادي. كارت تلدا العادي بيجي لك عليه ارقام بس، لا ده بيبقى عليه من هنا مكتوب اسمك وتحت الرقم وتحت السي في والكلام ده كله والاكسبايري وكده. فده اول كارت، فخلينا نحطه هنا نبعد الكلام ده، ونخش على تاني كارت، وهو
تلدا الشفاف. بصراحه انا متشوق ان انا افتحه، مش لاقي حاجه بس عشان انا عايز اشوف شكله بس مش اكتر. هو يعني اسود في اسود، حتى الحاجات مش مكتوبه، الحاجات منحوته، يعني مكتوب تلدا لو انتوا شايفينها اهي، مكتوب تلدا هنا تمام، معمول شكل حاجه زي اللي هي التاشيره بتاعه الفيزا من هنا تمام. من ورا نفس الكلام، بتتفتح بنفس الطريقه، مكتوب هنا بلس، وبتتفتح من الشريط ده. فاحنا هنجرب بقى نفتح المره دي من الشريط. هنعمل كده يعني، اكيد هفشل قطعتها، فيعني خليني بس اظبطها كده الاول. احنا ممكن نفتحها من تحت وخلاص، نشتري دماغنا. نفس الكلام لما بنيجي نفتح، انا مش عارف هشوف ايه جوه بصراحه، بس هي كده فاضيه من جوه. ده شكل الباكج بتاع الشفاف، او ده الشكل الجديد انا معرفش، بس ده اللي جالي فيه الشفاف. شكل الشفاف بيجي كده، تقريبا هتبقى عامله شبه السامبوكسات تقريبا، شبه تمام. الكارت يعني شكله حلو. تيجي هنا مكتوب كذا حاجه، مكتوب ارقام كده، او مصطفى سنة مكتوبه هنا اهي. بيجي هنا كلام برضو ملوش اي علاقه بالموضوع كله، مش هنستفيد بحاجه. عموما انتوا حتى لو شفتوا ارقام الفيزا فانا مش يعني مش عامل عليها حاجه، كده كده الارقام ملهاش اي حاجه عندي. الكارت شفاف، شكله جميل بصراحه. ده شكل الكارت، ده من قدام، ده من ورا. غالبا الCVV تحت اهو عند ماستر كارد اهي، ممكن تشوفوا واحده براحتكم بقى. بس انا اتضايقت بصراحه الحاجه، لان هنا اللزق اللي كان ملزوق بيه الكارت في الورقه البيضاء دي حاليا دلوقتي مقصر جامد، وعامل لي هنا علامه، انا متضايق منها جامد قوي، عامل لي هنا علامه. بس مش مشكله يعني، خلينا نتغاضى عن الموضوع ده. ده الشكلين البريميوم. يعني انا كنت عايز اشتري كل الاشكال، بس بصراحه بعد ما زي ما قلت لكم، بعد ما كلمت تلدا وقالوا لي ان هم مش ناويين يدوني الكارت فور فري، او ان انا اجيبه للتجربه، اتقفلت جامد من الموضوع ده. ويعني قررت ان انا هكتفي بس بالكارتين دول وخلاص. الكارت ده جاي لي ببلاش، الكارت ده انا دافع فيه 100 جنيه. الشكل الناس تختلف عليه، ممكن حد يحب ده، ممكن حد يحب ده. في كمان الروز والكحلي، ممكن حد يحب الكحلي، ممكن حد يحب الروز. ايا كان اللي هيحب ايه مش هتفرق، طالما انت كده كده ده هتصرف بيه وده هتصرف بيه، الاتنين هيصرفوا زي بعض. مفيش حد يديك مثلا كاش بان زياده او حاجه، ومفيش اي بونص ما بين الاتنين دول، الاتنين زي بعض. مفيش اي اختلاف تماما ما بين الكارتين. الكارت ده بس الشكل وده بس الشكل، زي ما قلت تاني مفيش اختلاف ما بين الكارتين، ده شكل وده شكل مش اكتر. باقي الفيتشرز بتديها لك. يعني انا ممكن برضه اجيب الموبايل دلوقتي، بس مش عارف بصراحه ده يعني ده هيحكم في البرايفسي ولا لا، بس انا يعني هجيبه ونشوف. قبل بس ما نبدا، انا ما دفعتش الشهر ده البريميوم عشان انا الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها ان انا مش ناوي اكمل في تلدا، فما دفعتش البريميوم. فكل يوم تقريبا بيجوا لي يبعتوا رساله او يعملوا حاجه زي خصم ان الكارت يدفع فلوسه. فانا عملت كده حسابي من قبلها، ونزلت في تلدا اقل من 50 جنيه عشان ما يسحبوش الفلوس. فهنجيب الموبايل ونشوف المميزات او الفرق بينهم ايه. طيب اول حاجه من مميزات الكارت في العموم، ان الابلكيشن بيديك كذا شكل غير الشكل اللي احنا عارفينه، اللي هو مثلا الاسود. في كمان الشفاف اللي زي ده، يعني لو شايفين الشفاف اللي زي ده، اظن كده شايفينه كويس، شفاف اهو. بس هنفتح الابلكيشن ونشوف. في اشكال تانية طبعا على كل لون، يعني في الفسفوري، الابلكيشن برضو لون الفسفوري. في كمان الشفاف اللي انا حاطه، في الكحلي وفي الروز. انت اول ما بتخش البلس بيتفتح لك كل دول وتحطهم. الحاجات بقى اللي انا قلت عليها المره اللي فاتت، زي مثلا ان الكارت ممكن تحط له مثلا حاجه جديده، زي اللي هي تبقى مثلا ايه، البوينتس الزياده، ممكن تحط ليميتس اعلى، ممكن تسحب من الكارت بطريقه اكبر. الفيز زي ما هي، ما عدا حوار ال5 جنيه، وبنك القاهره بقى فري من ان انت تسحب من اي مكنه. الليميتس زي ما هي. زي ما قلت قبل كده، لو انت بتدفع حاجه، لو انت مثلا بتدفع فلوس في حاجه، بدل ما بيجي لك 2 بوينتس على كل جنيه بتدفعه، بقى بيجي لك 4 بوينتس الضعف. حتى هنا مكتوب، انا مش عارف تقريبا مش هقدر اشوف حوار الايكونز ده، بس مكتوب هنا ان انا لازم جيت البريميوم باك، يعني انا المفروض ادفع دلوقتي ال50 جنيه، بس انا مش هدفعها زي ما قلت لكم. فتعالوا ندور في الابلكيشن كده اشوف. حتى هنا كمان البلان بقت ستاندرد، مكتوب هنا البلان ستاندرد ده. ودي كل المميزات بتاعت الكارت التلدا البريميوم، اسف. دي كل المميزات، مفيش حاجه زياده، مفيش حاجه بتاخدها زياده.
وحوار priority support ده برضو مش احسن حاجه. يعني لما كلمتهم برضو اتاخروا عليا جامد قوي 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 قوي. ولما كلمتهم على الانستجرام اتاخروا اكتر بكتير. يعني تقريبا كنت ببعت رساله النهارده، تاني يوم الصبح يردوا عليا. ابعت رساله النهارده بالليل يفتكروني بعدها بيومين او حاجه ويردوا عليا. انا بدي برضو ارقام، مش عايز اظلمهم. انا كنت بدي يعني حاجات شارب برضو، مش حاجات دقيقه قوي. انا بدي مثلا ايه، حاجات تقريبيه ابروكسيميت وخلاص. يعني هي بتحمل دلوقتي، دي المفروض يتحط اللي هوريكم دلوقتي فيه ده شكل الايكونز اللي انت بتشوفها كلها. حاطين الواحد 2 3 4 5 6 العاديه، فلسطين الشفافه، البينك اللي تحت دي الفسفوري، واللي قبل الاخيره دي الازرق الغامق او الكحلي. انت بتغيرها، ممكن تغير دي، ممكن تغير دي، ممكن تغير دي. بس انا مش عارف لو غيرت حاجه دلوقتي هل هيقبل ان انا اغيرها ولا لا، بما اني ماتش بلان. مكتوبه لازم اغير، ارجع تاني للبلان البريميوم تاني عشان اقدر اغير. فالموضوع ككل ما اتبسطتش بصراحه. لو هتسالني ايه احسن كارت في اللي انا عملت لهم المره اللي فاتت ريفيو، فممكن المره دي اغير كلامي شويه واغير رايي شويه. وهو ان انا ممكن ابدا انتقل لكارت كليفر. كارت كليفر بصراحه ميزته كانت في ان انت تقدر تطلع، وده برضو مش اعلان، ده مفيش اي حاجه من الكلام ده اعلان، انا بدي بس الاونست رياكشن بتاعه خلاص. فرجوعا لكلامنا، كليفر كان بيديك 4 كروت فوق الكارت بتاعك. يعني انت مثلا لو متجوز وعندك عيال، انت تقدر تفتح لكل واحد فيهم كارت، تديهوله، تحط له عليه مصروفه، تشوف هو بيصرف كام، بيصرف فين. الليميتس كمان بتزيد معاك لما انت بتفتح الكروت. حاجات زياده كمان برضو، زي ان انت كل حاجه في ابلكيشن واحد. الابلكيشن برضو بتاعهم شكله جميل. نفس ال 50 جنيه تقدر تدفعها، بدل ما تطلع كارت واحد تلده بس، لا انت ممكن تدفعها في كليفر وتطلع ال5 كروت دول من ضمنهم الكارت بتاعك. وبس، ده كان فيديو النهارده، هو اختصار سريع. انا ممكن اكمل الفيديو كده مش قالب، لان انا غيرت الفيو اللي ورايا وغيرت الفيو اللي قدامي والجنبين، غيرت شكل كل الاضاءات عشان انزل على الترابيزه اللي انا بتكلم عليها النهارده دي. زي ما قلت، انا ما انصحش بكارت تلده. وكانوا بصراحه، ومش عشان انا مشخصن الموضوع، انا مش مشخصن الموضوع، بس هم كانوا فعلا قلالات الذوق معايا جدا. لما انا قلت لهم ان انا عايز كارت عشان اعمل عنه ريفيو، قالوا لي لا مش متاح. يعني ازاي مش متاح؟ يعني انت عشان اطلع كارت واحد لازم اطلع اقول انا امباسادور مع تلدا ولازم هيطلعوا لي كارت فور فري ومش عارف ايه. لا، انا طلبته وقلت اريح دماغي وخلاص. بس الريفيو بصراحه انا مش مشخصن فيه حاجه، انا بقول كل حاجه بصراحه. انا بقول اللي انا شايفه قدامي من حيث الكارت ده والكارت ده. مش انا، او انا كمصطفى يعني ما ادفعش 50 جنيه شهريا عشان شكل كارت زي ده. وحتى لو اداني البونص بتاعه اللي هو الدبل بوينتس والكلام ده كله، معلش انت عشان تاخد، يعني افتح انت دلوقتي في تلدا، شوف عشان تاخد 250 جنيه كاش انت محتاج كام بوينت. انت تقريبا محتاج 400,000 بوينت، حاجه كده، رقم مرعب. يعني انت اصلا عشان تاخد ال 250 جنيه كاش باك انت محتاج تدفع عندهم مثلا 8 9 10000 جنيه. فالموضوع بالنسبه لي بصراحه ما كانش احسن حاجه. يعني حتى البوينتس مش البيج ديل ان انا لا، ده انا لازم اصرف منها ولازم اتلكك ان انا اصرف منها. بالعكس، ده الموضوع كله كان فاكس خالص. يعني كمان مره رايي الشخصي ان انا مش هصرف 50 جنيه على كارت شكل. الكارت ده كان هيبقى جميل جدا لو كان فور فري، كان كل الناس هتروح تفتح تلدا. بس المشكله ان الكارتين دول بفلوس، يعني ب 50 جنيه شهريا. يعني حتى الكارت ده مثلا مش اكسترا بونس مثلا ان انت تدفع في البلان الستاندرد اللي هي فور فري، تدفع لها مثلا 50 جنيه زياده مره واحده عشان تطلع الكارت ده بدل ما تطلع الكارت الاسود، او تطلع ده مثلا ب 50 جنيه بدل ما تطلع الكارت الاسود. والكارت ده تختار الكارت اللي انت عايز تعمله وان تايم فيه وخلاص. لا، ده هم اصلا حطوا في الاسود ان انت تدفع 100 جنيه عشان تاخده. اللي هي اصلا كليفر كانت زمان ب 50 جنيه، دلوقتي كليفر بقت ببلاش، ونكستا ما زالت ببلاش، وكانت اول ما فتحت كانت ببلاش. يعني هما الاثنين لسه ببلاش، الا تلدا هي اللي غيرت. فلو هتكلمني، لا يعني كان حد كتب لي على تويتر، صديق ليا كتب على تويتر من امبارح تقريبا او اول امبارح، كتب لي بيقول لي انا جبته ورميته في الزباله على طول. المعتصم بالله، لو عارفينه اكيد عارفينه يعني. معتصم كتب لي على تويتر ان هو جاب الكارت اللي هو الاسود وجابه ورماه. فده معناه ايه؟ والله مش بدي نيجاتيف فيدباك، انا بدي بس الفيدباك بتاعي اللي هو المفروض الشركه تسمعه. يعني مش عارف الفيديو ده هيوصل للشركه ولا لا، او الشركه اصلا مهتمه انها تشوف الريفيو ده ولا لا. بس انا زي ما بقول، انا ما زلت عندي قراري، انا مش هبدا تلدا. الكارتين دول بس هيبقوا عندي زينه وخلاص، مش هعمل بيهم حاجه لان انا دافع فيهم برضه فلوس. ومش هنسى تاني، بقولها تاني، انا مش مشخصنها، لكن الراجل اللي كلمني على الانستجرام لما انا قلت له انا عايز كارت، قال لي لا، ده انا مشخصنه معاه جامد. انا مشخصنه معاه هو، مش مشخصنه مع الشركه. بس ده يعني ده اونست رياكشن زي ما انا قلت قبل كده. ده كلام
مش طالع للشركه عشان انا مش خسرانها مع اللي كلمني عن الانستجرام، لا انا طالع بتكلم عن الكارت ككارت، والشركه كتلدا من غير اي انحيازيه ليها ضدها او عليها او معاها ايا كان. انا بتكلم في فايده الصراحه، الصراحه يعني فايده كل كارت فيهم وانهي احسن، وكلهم زي ما قلت ممنوع تستخدمهم انترناشونال، او مش ممنوع، هو اصلا مش هتعرف تستخدمهم انترناشونال لانك لو جيت دفعت سواء بنكستا سواء بتلدا سواء بلوكي سواء بكليفر ايا كان الكارت اللي انت تستخدمه مش هيشتغل معاك، لان ده كروت مسبقه الدفع، كروت بتستخدم جوه مصر بس. ده اخرك تستخدمها في امازون، اخرك تستخدمها في واتشت، حتى مش عارف ممكن الواتشت اصلا يشتغل ولا لا، بس هي دي الكروت. يعني ما يجيش حد يقول لي طب ينفع استخدمها ببجي، لا ما ينفعش استخدمها ببجي. هيجي واحد تاني شغال دماغه ويقول لي طب ينفع استخدمها نتفليكس، اقول لك لا برضه ما ينفعش تستخدمها نتفليكس. انت اخرك هتستخدمها في امازون مصر، هتستخدمها في حاجه تشتريها مثلا وانت رايح مثلا تجيب حاجه من السوبر ماركت مثلا وما عندكش كاش، فانت ممكن تدفع بالتلدا، بتدفع بالتلدا. لو انت رايح تجيب هدوم من ديفاكتو مثلا عشان باقي الهدوم بقت مقاطعه دلوقتي، من ضمنهم بيتبول ايه من ضمنهم بولنبير وبورشكا وزارا والكلام ده كله بقى مقاطع. ف يعني وما تنساش خليك مقاطع، خليك على رايك، ما تغيرش حاجه، ومهما الزمن طال ما تغيرش حاجه. دي مبدا حتى بعد ما المشاكل اللي عند اخواتنا هناك تخلص، مش عايز اقول الاسم عشان اليوتيوب لو عرف ان انا بقول الاسم والكلام ده هيمرجحني، والفيديو ده غالبا مش هيوصل لكم لو قلت الاسم. فعشان ما نبعدش عن الموضوع، ايا كان انت راح تستخدمه انت اخرك تستخدمه جوه مصر بس، يعني لو طلعت مش هتستخدمه، مفيش حاجه اسمها انترناشونال بايمنتس بيه. وبس فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. انا مكسل ننقل الكاميرا تاني بصراحه، او مش مكسل، الموضوع هيبقى صعب دلوقتي. وبعيد عن الموضوع ده كله، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبرضه قولوا لي في الكومنتس رايكم، وقولوا لي انتوا ضدي ولا معايا، ولو ضدي ومعايا قولوا برضه السبب، ولو حابين الكارت او مش حابينه وده شيء يرجع لكم. انا قلت الراي الشخصي بتاعي. كل سنه وانتم طيبين عشان العيد قرب علينا، واتمنى ان انتوا كلكم تبقوا بخير ومبسوطين مع اهاليكم، وقضوا العيد واتبسطوا، لان لعل ده يكون اخر عيد مع اهاليكم لا قدر الله. الكلام ده انا بقوله مش عارف ليه، بس يعني حسيت ان انا عايز اقوله. هاف فن وانجوي، وعيد سعيد عليكم. سلام.